طيب يا عم البطل اتجوز البطلة والفقير اغتنى والمسافر رجع واللي كان عيان خف وكل حاجة تمام، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ ايه اللي بيحصل بعد ما التتر بينزل؟ ماذا بعد النهايات السعيدة؟ هي حاجة معينة هتعملها هتخلي كل اللي بعدها غير كل اللي قبلها، هتقف بعدها قدام الجمهور تحييه وهو بيسقف لك والناس كلها بتهتف باسمك، انت اخيرا وصلت. وايه اللي هيحصل في الاخر يعني؟ يعني اللي اتجوزوا في اخر الفيلم دول وعاشوا النهاية السعيدة، ايه اللي هيحصل لهم بجد؟ يعني لو جينا لهم بعد النهاية السعيدة بشهر مثلا بسنة ب10 سنين هنلاقيهم عاملين ازاي؟ غادة اللي هي حنان ترك معيدة في الكلية، حازم طالب عند غادة، غادة عندها عقد نفسية وبتروح لمهيب، مهيب دكتور نفسي، مهيب معجب بغادة، مهيب بيراقب غادة من الشقة اللي قصادهم، الشقة اللي فيها غادة ورقية، رقية اللي لسه راجعة من لندن وعندها مشاكل في التأقلم ولسه خارجة من قصة حب، عايشين هما الاتنين مع ندى، ندى قابلت عمر، عمر اللي كان بيحبها أيام الكلية، عمر متجوز وعنده بنت، ايه بقى النهاية السعيدة؟ حازم يبقى مع غادة، وعمر يطلق مراته ويعمل برنامج في التلفزيون لندى ويتجوزها، ومهيب يبقى مع رؤية، وهات ايدك في ايديا هات عينك في عينيا نرقص رقصة كبيرة هو رقصة لأحلى حياة. طيب بعد النهاية السعيدة والتتر ينزل، لو بصينا على الشخصيات دي تفتكر شاب لسه خارج من المدرسة ما بقالوش سنة ولا سنتين يتجوز المعيدة بتاعته، ولا واحد قعد طول الحكاية بيحب واحدة وبيراقبها من الشباك وفي الآخر يتجوز أختها اللي هي اصلا ولا كانت بتبص له طول الفيلم، فجاه هما الاثنين اتجوزوا بعض، ولا واحد يطلق مراته ويتجوز واحده ما يعرفش عنها اي حاجه بس عشان كان بيحبها من 10 سنين ولا 15 سنه وهم في الجامعه. الناس اللي اتفرجت على فيلم جود ويل هانتنج، الولد مات ديمون كان بيحب واحده وجه على اخر الفيلم كده زعق لها وهانها وجاب لها عقد نفسيه وتقريبا ضربها باين وخلاها تعيط وسابها ومشي، وخلاص هي في المطار ومسافره وسابها وماشيه خلاص راحت تعيش في مكان تاني، بعدين يقول لك ايه I'll see about a girl، راح في الاخر يلحقها ويجري وراها المطار عشان ما تسافرش، يعني البت لو كان عندها بجنيه كرامه كانت رفضته وضرب هو مشوار المطار على الفاضي ورجع في الاخر البيت وغالبا كان اكتئب اصلا ورجع تاني لعادته القديمه او حاجه. يعني اسوأ نهايه في تاريخ السينما المصريه، مصري سيد العربي، هو طول الفيلم بيتهان وبيتضرب وبيتنفخ في الاخر يعمل نفسه عيان في الطياره ويرجع مصر عادي وفيها حاجه حلوه ويقفل يبني الفيلم على كده. ايه اللي هيحصل بعد ما مصر يرجع؟ هل هيبقى راضي على القرار اللي هو خده ده ويبقى سعيد، ولا كمان شويه هياخد بعضه ويرجع لامريكا تاني؟ وهل النهايات السعيده فعلا سعيده؟ في ايه بجد في ايه؟ لو اعتبرنا ان وكانت فعلا سعيده، هل ده معناه ان هي صح لمجرد ان هي سعيده بس؟ ايه تقول الدم ده والرخامه دي يا اخي؟ افلام السرقه مثلا، مجموعه من الناس بيخططوا ان هم يسرقوا وفي الاخر يسرقوا ويقتلوا ناس في النص كمان عادي واحنا نبقى مبسوطين والناس كلها مبسوطه، دي تبقى النهايه السعيده ونسقف لهم ونحب الشخصيات كمان. النهايه السعيده مش بالضروره تبقى سعيده، بس النهايه بالضروره مش النهايه. يعني ايه يعني؟ يعني مفيش اي نهايه من نهايات المسلسلات او الافلام اللي بنشوفها هي فعلا النهايه. يعني لما بطل يتجوز البطله بعد قصه حب عنيفه دايما طول الفيلم، دي مش النهايه، في عيال، في مسؤوليات، في مشاكل لازم اي حد يقع فيها، في حياه حقيقيه بقى كل اللي بيحصل ليه توابع وامتداد، مفيش حدث هو النهايه الا لما تموت. يعني انت عايز ايه يا باشا؟ ولا انت، انا مش قصدي خالص الكآبه او الاحباط لاي حد، بس انت لو فكرت فيها هتلاقي ان في ناس كتير قوي عايشه بمفهوم النهايه السعيده ومستنياه، لما اتخرج بس كل حاجه تتغير، لما اتجوز بس كل حاجه تبقى زي الفل، لما اجيب بس فلوس معينه خلاص هرتاح. يعني الفكره مش ان كل مراحل صعبه وعمرك ما هترتاح وهي الحياه معفنه، بالعكس الفكره ان كل مرحله ليها صعوباتها. لو فكرت ان انا بس لما اوصل لكذا الدنيا هتختلف وكل حاجه تبقى جميله، وبعدين توصل وتتصدم تتضايق وتحبط، مش لان الحاجه نفسها ملهاش لازمه او مش مهم، لانك اتحط في دماغك فكره النهايه السعيده، فهتلاقي ان الحياه مش كده، فكره ان المشكله فيك او في الحاجه اللي انت كنت عايزها، بس الحقيقه ان المشكله في تصورك انت عن الحاجه. يعني اشهر مثال عليها هو الطالب اللي يقول لك بس تيجي الاجازه وهرتاح، بعدين تيجي الاجازه وتلاقي ان دي زي ما هي عادي ولا اي حاجه حصلت. يعني طول ما انت مستني وقت او حاجه معينه تيجي عشان تتبسط هتفضل متضايق لحد ما الحاجه دي تيجي، ولما تيجي مش تبقى زي ما انت فاكر هتتضايق، فانت كنت متضايق لحد ما جت وبعدين متضايق بعد ما جت وانت متضايق كده على طول. يعني اتعامل مع الوقت الصعب والوقت السهل زي بعض عادي، اتعامل مع الحلو والوحش زي بعض ان هما ده جزء من المرحله. لو انت مش متقبل اللحظه اللي انت فيها ومستني لحظه تانية تيجي هي اللي هتخليك سعيد جدا، ده مش هيحصل. لو انت مش متقبل اللحظه اللي انت فيها مهما كانت صعبه، لما تيجي اللحظه فعلا اللي المفروض تستريح فيها او المفروض تبقى هي السعيده مش تفرق كتير. حاول تمر على المراحل دي كلها وانت عايشها، مش مستني اي حاجه تيجي عشان تبتدي تعيش عادي. هتلاقي الفكره دي غالبا متاصله عندنا او عند ناس كتير بالافلام والمسلسلات، هتلاقي ناس كتير قوي عندها الفكره دي في السوفت وير بتاعها وهي مش حاسه، بتخلي عندك تصور كده غلط لحاجات كتير في الحياه منها الحاجه دي. خلاص يعني كل حاجه هتنتهي وعمري هبقى سعيد والدنيا كلها سودة، او ممكن شعور كويس يستمر معاك فتره طويله عادي بس مش هيبقى السعاده، وده نتكلم عليه في فيديو بعدين. لو مسكنا الاحداث كده على اساس ان هي قصه ليها بدايه ونهايه جوه القصه الكبيره اللي هي حياتك، هنلاقي ان انت ممكن توصل تقريبا في كل قصه للنهايه السعيده وتبقى عليتها على الافلام كلها كمان، اللي هم شويه نهايات سعيده وشويه نهايات مش سعيده وكده، كله بدماغك بالعقليه اللي حاجه بتحصل كويسه اهلا وسهلا، حاجه بتحصل وحشه بتعلم منها والحياه بتمشي، كل مرحله ليها صعوبات وليها حاجات حلوه. محتاجه حرفنه مستحيله لا بس صعبه.
ايدك في ايديا